تعالى هنا اقول لك حاجه. فاكر الاعلان بتاع البرنامج، الاعلان الصغير ده؟ ايه، ما شفتوش ولا ايه؟ ماشي، ما علينا. تعالى نشوف الاعلان كده بسرعه ونتناقش. تخيل كده نفسك نايم لوحدك بالليل في البيت الساعه 3 الفجر، ومره واحده وانت نايم هوب صوت الباب اترزع. ايه اللي هتحس بيه دلوقتي وتفكر في ايه؟ حرامي؟ هتتسرق؟ تقوم تلحق بسرعه عشان انت نايم خايف؟ طب لو قلت لك ان صوت رزعه الباب دي بتاعت اهلك اللي بقالك سنه ما شفتهمش ولسه جايين من السفر دلوقتي، هتحس بايه؟ تبقى فرحان مبسوط اكيد ان هم بقالك كتير جدا ما شفتهمش. طب لو قلت لك ان اللي رزعوا الباب دول هم اصحابك وجايين يعملوا فيك مقلب، اكيد هتبقى قايم متعصب وعايز تقوم تكسر الدنيا وتشوف هما بيعملوا فيك كده ليه. تفتكر ليه ردود الافعال مختلفه في نفس الموقف بالظبط ونفس الشخص؟ معظم الناس بتفتكر ان الضيقه بقى والمعاناه والنكد والاحباط والكلام ده بيجي بسبب الفعل المعين. اهلي زعقوا لي النهارده فخلاص انا يومي قفل، مديري زعق لي في الشغل فخلاص انا بقيت فاشل ومبقتش انفع. بس في الحقيقه مش هو ده السبب. الناس دايما بتفتكر ان الفعل اللي بيحصل بيبقى ليه دايما رد فعل موجود، بس مش دايما الحكايه دي بتظبط. ما بين الفعل اللي حاصل او الموقف اللي حاصل ورد الفعل في حاجة كده في علم النفس اسمها الأفكار الآلية. إيه هي الأفكار الآلية دي؟ ببساطة دي الأفكار اللي أول ما بيحصل موقف معين أو فعل قدامك بتيجي في دماغك فجأة وبتخليك تاخد رد فعل على السلوك مثلا بتاعك أو الانفعال بتاعك. زي ما أنت فسرتها كده إن رزعة الباب في الإعلان مثلا إن ده حرامي وإن كده في سرقة، فبدأت تحس بالخوف. فالفكرة الآلية اللي جت بالنسبة لك إن هو ده خلاص ده سرقة وحرامي، فهو يروح رد الفعل بالنسبة لك ان انت تقوم تهرب، ان انت خايف او ان انت هتواجه، فتلاقي رد فعل مختلف. على عكس مثلا لو الفكرة الآلية اللي جت في دماغك ان دول اهلك اللي راجعين من السفر، فساعتها هتبدأ تاخد رد فعل معين تاني خالص، ان انت تقوم بقى مبسوط من النوم وتروح تاخدهم بالاحضان مع ان نفس الموقف، بس تفسيرك للموقف هو ده اللي خلاك ان انت تاخد رد فعل. طبعا مفيش حد هيقعد يركز ويقعد يحلل كل موقف حصل ليه بيحصل ده وايه الفكرة الآلية اللي جت في دماغنا ونقعد نحلل وليه رد فعلنا كذا والكلام ده كله. لكن لو فعلا عايز تغير حاجات في تفكيرك وتغير حاجات بقى في حياتك اللي جاية بعد كده، لأن الحياة وان انت تنجح في حياتك معتمدة بشكل اساسي على التفكير. كل ما تفكيرك ده اتصلح وبقيت احسن وابتديت تحسن في نفسيتك وافكارك، كل ما حياتك هتبدأ تتطور بشكل كبير جدا. فلازم يبقى عندك المهارة دي ان انت تقدر تعرف ايه الحاجات اللي بتحصل جوه عقلك، وعقلك ده اتبرمج ازاي، وازاي تقدر ان انت تغير السوفت وير اللي جواه ده وتقدر تعيد برمجته تاني من اول وجديد عشان تقدر ان انت تصلح المشاكل اللي عندك في تفكيرك وتقدر ان انت تتحكم في تفكيرك. ولما تتحكم في تفكيرك هتبدأ ان انت تتحكم في نفسك، ولما تتحكم في نفسك ان شاء الله هتلاقي نفسك متحكم في حياتك كلها وماشي بتتطور في حياتك وبتحقق اللي انت عايزه. هدفنا من الفيديوهات دي ان انت تبقى شخص واعي بالافكار بتاعتك والسلوك اللي انت بتعمله وتبدأ ان انت تحللها، والافكار اللي انت بتحللها او ان انت تبقى واعي في افعالك دي تبقى واعي بالافعال بتاعتك وتحللها وتقيمها كأنك شخص غريب عنها عشان تقدر ان انت تحكم عليها صح وتقدر ان انت تصلحها. طب ازاي تعمل كده وازاي ان انت اصلا تصلح الافكار بتاعتك؟ وليه تفتكر ان في حد ممكن يدي رد فعل اوفر قوي على فعل مش مستاهل او على حاجة مش مستاهلة؟ تفتكر ليه بيحصل كده؟ ده ان شاء الله اللي هنعرفه المرة الجاية.